يوسف السباعي هو أحد أهم الأدباء المصريين في القرن العشرين، وترك بصمة واضحة في الأدب العربي بأسلوبه الراقي والعميق في الكتابة. ومن خلال هذا الفيديو سنتحدث عن حياة السباعي وأعماله وأسلوبه الأدبي المميز. يولد السباعي في الإسكندرية عام 1915، وينتمي إلى عائلة ثرية ومثقفة. وقد تلقى تعليمه في أفضل المدارس الأوروبية، مما أتاح له فرصة التعرف على ثقافات مختلفة وتطوير مهاراته الأدبية. وقد اتجه السباعي إلى الأدب عندما كان في نهاية المرحلة الجامعية، وكتب قصائد وقصص قصيرة في بداية حياته الأدبية. وتتميز أعماله بالعمق والانسيابية والإيقاع الشعري، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الأدبي. وتعد رواية الأيام واحدة من أشهر أعمال السباعي، والتي تحكي قصة حياة أسرة ثرية في مصر خلال الفترة الاستعمارية. وقد تميزت الرواية بأسلوبها السردي الرائع والصادم في نفس الوقت، وتمكنت من إبراز الآثار السلبية للاستعمار على المجتمع المصري. وتعتبر أسلوب السباعي الأدبي مميزا وفريدا، حيث يمزج بين الأسلوب الشعري والسرد النثري، ويتميز بالغموض والعمق في الفكرة والمعنى. ويستخدم السباعي في كتاباته اللغة العربية الفصحى بأسلوب سلس وجذاب يجعل القارئ يشعر بالانسجام والاندماج مع النص. وبالإضافة إلى كتاباته الأدبية، كان السباعي يعمل في الصحافة والإعلام، حيث كان يكتب في العديد من الصحف والمجلات العربية المشهورة، وكان له دور كبير في تطوير الصحافة والإعلام في مصر. وفي النهاية، يعد يوسف السباعي واحدا من أهم الأدباء والصحفيين في العالم العربي، حيث ترك بصمته الواضحة في الأدب العربي، وأثر بشكل كبير في التطور الثقافي والأدبي في مصر والوطن العربي بأسره.